السلام عليكم. اليوم رح نعمل مع بعض طريقة البرازة الشامية الملوكية على أصولها. يلا نتعرف مع بعض على الطريقة. لعمل عجينة البرازة الصحيحة والسليمة أنا بحاجة ل 250 جرام طحين متعدد الاستعمالات، يكون نوعيته جيدة ومنخول طبعا، ورح أضيف كمان عليهم 125 جرام سمنة حيواني بحرارة المطبخ، وكمان راح أضيف لهم 25 جرام حليب بودرة. وهلا أنا راح أحركهم مع بعض. بحاجة كمان لذرة ملح. هلا راح أحرك هاي المكونات مع بعض لحتى تختلط، وبعد هيك انا راح بصراحه استخدم ايدي مغسوله ونظيفه. هلا راح اقوم بفرك السمنه مع الطحين مع باقي المكونات، وضروري نفركها لحتى يصير لون السمنه تقريبا مع الطحين على ابيض. طبعا هذا شكل العجين امامنا بعد ما فركت الطحين بالسمنه. بتكون العجينه كتير لاصقه، وكمان بيكون لونها فاتح كتير. هذه كميه السكر اللي امامنا بتساوي 100 جرام. راح اضيف عليهم 70 ملي من الماء، وبدي احركهم مع بعض. أنا بحاول قدر الإمكان إني أذوب السكر مع الماء، وراح أضيف كمية السكر والماء على العجينة، وراح أحركهم لحتى تتشرب. طبعا مش كتير، أنا بدي أحرك لحتى ما تجمد ما تنشف مع العجينة، بس على قدر ما تتشرب المي. هيك تمام. راح احطهم بالثلاجة حوالي ساعة. راح اضيف للسمسم المحمص وزنه 250 جرام ل 300 جرام، حوالي نص فنجان قهوة قطر جامد. لعمل القطر الجامد انا حطيت كاستين سكر وكاسة مي. هلا وراح احط كمان ملعقة صغيرة فانيلا فقط. وضروري افرك السمسم بالقطر لحتى تطلع الزيوت اللي بالسمسم وريحتها. هذا بخلي السمسم يصير دبق، وبعدين لحتى تلصق حبيبات السمسم بحبة البرازق. هسه بنشوف مع بعض كيف، بس ضروري افرك منيح السمسم بالقطر. راح اضيف كمان معلقه كبيره سكر، وراح ارجع افرك مره ثانيه. وهلا راح اضيف نص ملعقه كبيره ماء، بس راح احركهم تحريك وبس. هيك خلصنا عملية الفرك للسمسم وطلعت ريحته. هي العجينة امامكم بعد ما طلعتها من الثلاجة. هذا شكلها. هي جامدة طبعا. ليش؟ لانها كانت بالثلاجة، وهذا الافضل. هلا راح احركها قليلا، بدي اخذ منها شوي اعود ارجعها ثاني. كيف انها شاربة كمية السوائل كاملة. وهلا هينا عملت اسطوانتين، وراح اقطع العجينه. بحاول تكون قدر الامكان تكون نفس المقاس، وبصغر الكميه او الحجم. ما بدي حجمها كبير.
الحجم حبة البرازق كتير صغيرة، وهذا البرازق هو برازق ملوكي. ليش اسمه برازق ملوكي؟ لأنه بشيل كمية كبيرة من الفستق الحلبي. هلا أول شيء بحطها، بحاول أرققها داخل الفستق الحلبي، بخليها تشيل أكبر كمية ممكن من الفستق الحلبي، وبعدين برد بحطها بالسمسم، راح تشيل لحالها كمية كبيرة من السمسم، وهيها قدامكم. هلا هون لحتى انجز بسرعه من الشغل قطعت قسم من العجينه، بحط بالفستق الحلبي، بعدين بحطهم بالسمسم، تتكون عندي كميه، بغطهم بالسمسم منيح، هيهم لحد هيك بخلص بسرعه. ما شاء الله هذه كميه البرازق اللي انا اشتغلتها من 250 جرام، يعني حوالي كاسين طحين، عملت هذه كميه البرازق الوفيرة حوالي 3 صواني. ما شاء الله. الشغل كتير سهل وكتير بسيط وما باخد وقت، وموفر للوقت وللجهد، وما في بيض، ما في اي مكونات تكون صعبة تكون موجودة باي بيت. وهي شكل البرازق امامكم بعد ما خبزته وشويته بالفرن مدة من 10 ل 12 دقيقة على حرارة متوسطة. الكمية وفيرة جدا ما شاء الله، من ربع كيلو طحين، يعني حوالي كاستين طحين، عملت 100 حبة، 100 حبة برازق ما شاء الله. وهذا البرازق اسمه البرازق الملوكي، بيحمل كمية كبيرة من السمسم وكمان من الخلف، هيو مقرمش ولا غلطة ما شاء الله. ضروري نترك البرازق يبرد تماما، لأنه البرازق إذا ما برد بيرطب بعد فترة. وكيف بدنا نختبر البرازق ونعرفه إنه ناجح 100%؟ نكون قلبه من جوا ناشف. البرازق الناجح ضروري يكون قلبه من جوا ناشف. في كتير من الناس بيشكوا إنه برطب معهم بعد يومين، السبب إنه بكون من جوا مرطب، ولازم نحفظه ضروري جدا في علب معدنية بقعد لفترة طويلة بدون ما يرتب.